انا رحت دي لمحمد صلاح بلده لحد بيت اهله. اقسمت بالله، اقسمت بالله، اقسمت بالله، ويمين يحاسبني عليه ربنا يوم الموقف العظيم. قالوا لي روحي لواحد اسمه لابن عمه ماسك الجمعيه. طلع قال لي ده اصل هي الجمعيه عندنا هنا جوه البلد بس. قلت له انتوا يعني انتوا مش بتساعدوا حد بره البلد؟ قال لي لا. واحد بقى من جوه البلد شيخ، راجل كده كبير كده ربنا يكرمه ويكرمك، يعني قال كلمتين كده، قال لي يا بنتي ما كنتيش جيتي. قلت له اقسمت بالله ده انا ورب المعبود وحق لا اله الا الله وحياة اللي زرته. قلت له ده انا مستلفه الفلوس عشان اجي وطمعانه في الله خير ومش في البني ادم. قال لي يا بنتي ده ما بيساعدش حد. بعت له على الصفحه بتاعته يهديك يرضيك وحلفك بالانبياء وحلفك بعيالك وي وي وي، ولا بيعبر حد. محمد رمضان نفس الوضع، دخل بيوريني الفيلا. قلت له ربنا يزيدك من نعيم ربنا، انت تساعدني. بس يعني الناس لبعضها عادي، يعني لما تفك زنقتي ربنا يفك زنقتك. هدعي لك، هدعي لك بقلب جامد، ربنا يكفيك شر المرض، ربنا يصلح حالك، ساعدني. ربنا انا مش يبارك محتاجه، لك. مش محتاجه الملايين، مش محتاجه الالوفات المؤلفه. انا محتاجه زي ما ربنا يطلع من قد نيتك طلعها. قلت له والله انت هنقف قدام ربنا وربنا اللي عالم، وهقول له انا زعلان من فلان الفلاني ده وده عشان انا رحت لحد عنده اتمرمطت لحد. عليكم السلام. حضرتك الحاج عبد المغيث، ايوه. ربنا يكرمك ويبارك في عمرك. اللي هو طبعا محمد رمضان عمل القصه بتاعتك كده. انا مش تحت امرك. هطول عليك، الله على يكرمك دماغك. يا رب ويبارك فيك ويزيدك من نعم ربنا. انا واحده عندي 57 سنه، لا متجوزه ولا عندي عيال ولا ربنا معاش يبارك ولا في شغلانه. صحتك. انا بامانه ربنا كنت رحت لمحمد صلاح بامان، انا حاجه بيت ربنا اه على فكره. مع وقابلت حضرتك يا حاج. حد، وقابلت حد من يعني اهل بيته، ما حدش راضي يساعدني. بعت لمحمد رمضان على الصفحه بتاعته، وراني الفيلا اللي قاعد فيها، فانا بقول له انا طالبه مساعده وكده يعني. المهم يعني انا مش عارفه ارجع لمين، ارجع لربنا ثم حضرتك. ونعم انا بالله بس. بالصدفه اقسمت بالله، اقسمت بالله وحياة اللي زرته وقسما بايات رب المعبود، انا بالصدفه بتفرج على النت لقيت حضرتك. فسبحان الله، عسى ان ربنا يجعل في قضاء رحمه ويجعلك سبب. انا ونعم بالله بس. اقسمت بالله انا عليا قروض، القروض اللي هي الاهالي اللي هي وسيله والتضامن والكلام ده، عايزه حضرتك وقعت تساعدني. الثلاث عربيات وراه. والله يا حاج انا عينيا الاثنين ليكي وانت زي امي وعلى راسي من فوق. بس المشكله ان هم مطلعيني على ان انا معايا، وانا اللي عندي عيال كتير والدنيا ملخفنه معايا شويه. ربنا يخليهم لك، ربنا الله يخليهم لك. يبارك لك انا يا ابني، انا الله يبارك. يعني انا مش هلح عليك، انا اقسمت بالله، انا اقسمت والله لو بالله. ربنا فرجها عليا لطالبك انا بنفسي وبعت لك. خلاص والله. انا، الله يكرم اصلك. انا والله العظيم لا نصابه ولا كدابه، حق لا لا اله انت الا على الله. دماغي ياما، انت زي والدتي ياما. والله والله وحق لا اله الا الله. واحده 57 سنه، اصل انا مش هستفيد يعني، مش هاخد منك. لا انا اعمل لك، اصور لك الورق اللي معايا للقروض. انا مش كدابه، يعني يربك ثواب لو ساعدتني باي حاجه. والله حاضر. العظيم يعني ربنا، والله ربنا يفرجها عليك، لاني انا والله لا يعني لا ابن ولا بنت ولا راجل ولا اي حد الا ربنا. اللي هعرف اعمله والله اعمله. حاضر. ان شاء الله يجازيك خير، ان شاء الله يديك الصحه، ان شاء الله يكفيك شر المرض، ان شاء الله الله يسعدك يكبر في بخاطرك عيالك، يا ابني. ان شاء الله يرزقك برزق حلال. الله الله يبارك لك يصلح ويزيدك حالك، الله ويرزقك يروق بالك، الله ويرزقك. يكفيك شر المرض، الله يبعد الله عنك ولد يبارك حم لك يا بنت ابني. الحرام. يا الله عم يبارك لك. ربنا يزيدك من نعيم ربنا ويجعلك سبب انك تقف جنبي، يكفيك شر المرض. انا رحت دي لمحمد صلاح بلده لحد بيت اهله. اه اقسمت بالله، اقسمت بالله، اقسمت بالله، ويمين يحاسبني عليه ربنا يوم الموقف العظيم. قالوا لي روحي لواحد اسمه لابن عمه ماسك الجمعيه. طلع قال لي ده اصل هي الجمعيه عندنا هنا جوه البلد بس. قلت له انتوا يعني انتوا مش بتساعدوا حد بره البلد؟ قال لي لا. واحد بقى من جوه البلد شيخ، راجل كده كبير كده ربنا يكرمه ويكرمك، يعني قال كلمتين كده، قال لي يا بنتي ما كنتيش جيتي. قلت له اه اقسمت بالله ده انا ورب المعبود وحق لا اله الا الله وحياة اللي زرته. قلت له ده انا مستلفه الفلوس عشان اجي وطمعانه في الله خير ومش في البني ادم. قال لي يا بنتي ده ما بيساعدش حد. بعت له على الصفحه بتاعته يهديك يرضيك وحلفك بالانبياء وحلفك بعيالك وي وي وي، ولا بيعبر حد. محمد رمضان نفس الوضع، دخل بيوريني الفيلا. قلت له ربنا يزيدك من نعيم ربنا، انت تساعدني. بس يعني الناس لبعضها عادي، يعني لما تفك زنقتي ربنا يفك زنقتك. هدعي لك،
هدعي لك بقلب جامد، ربنا يكفيك شر المرض، ربنا يصلح حالك، ساعدني. انا ربنا يبارك لك. مش محتاجه الملايين، مش محتاجه الالفات المؤلفه. انا محتاجه زي ما ربنا يطلع من قد نيتك طلعها. قلت له والله انت هنقف قدام ربنا وربنا اللي عالم، وهقول له انا زعلان من فلان الفلاني ده وده، عشان انا رحت لحد عنده، اتمرمطت لحد بلده في الغربيه، اخر حاجه في الغربيه لمحمد صلاح، واستلفت الفلوس ورحت انا واحده عشان تجمد قلبي، عشان اول مره اروح المكان ده. والله وحق لا اله الا الله، وحق لا اله الا الله. مشيت، طب اديني، طب معلش، طب بس يعني فلوس، طب حتى الرجوع وكده. راحت اللي جاي معايا قالت لي انا عامله حسابي ما تقلقيش. مشينا، والله ماشيه كنت بعيط، اقسمت بالله، اقسمت بالله ويمين يحاسبني عليه المولى عز وجل، كنت ماشيه بعيط. راح الراجل قابلني، راجل محترم كده زي حضرتك، بيقول لي في ايه؟ قلت له امر كذا كذا. قال لي لو كنت سالت، قلت له اسال مين؟ افضح نفسي ان انا جاي اعمل كذا؟ قال لي يا بنتي ده ما بيساعدش حد، ده كذا كذا. قلت له الله، انا بخاف ربنا، انا حاجه بيت ربنا، واعتبرت كذا مره على اساس ان انا كنت في السعوديه براعي امي وابويا والبيت بتاع امي وابويا الله يرحمهم، عمري طويل ليك. هي دي والله 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 وحق لا اله الا الله وعزته وجلالته، هو ده اللي انا بقوله لك، ما في حرف منه كده. انا قاعده في دار السلام، لو عايزني اجي لك المنصوره هاجي لك. لا يما انت على دماغي، وانت عندك اللي ربنا يقدرنا عليه اعمله. ان شاء الله وانا يكفيك شر المرض، هوصل رسالتك برضه يما. ان شاء الله يكفيك شر المرض، ان شاء الله يسترها معاك، ان شاء الله يغنمك السلامه، ان شاء الله يبارك لك في عيالك، ان شاء الله يزيدك من نعيم الله، ان شاء الله يبعد عنك ولد الحرام وبنت الحرام. انا قرض ب 5000، اه، قرض ب 7000، قرض ب حوالي 25,000 جنيه. لا 23000 جنيه كده، 22000 جنيه، مفيش 25 لا. انت كنت بتاخد القروض دي ليه يا حاج؟ يا حبيبي عشان اسد ايجاري، وعشان انا كنت محتاجه ان اعمل عمليه المراره طبعا، بعيد عنك ببقى تعبانه، يكفيك شر المرض، انا عندي الضغط بعيد عنك عالي، عمل لي قصور في الشريان التاجي في القلب طبعا، عشان ما فيش طبعا الكلام ده كله، فانت محتاج ان انت تسد ايجار، فتعمل ايه بقى؟ اروح ايه معاك انت انا داخله قرض، طب ادخل معاكي، اخد من هنا، الاقي اللي يساعدني مره، الاقي اللي يسد مره، يعني كده استلف مره كده يعني. مالكيش دخل شهري؟ لا ورب المعبود والله لا. وبعدين لا عندي غسالة ولا عندي بوتاجاز غير بوتاجاز مسطح، بقول الحمد لله. الغسيلة اوديها عند اختي، عند بنت اختي كده يعني، وهي ماشية بقى. لا لا انا لا. والله العظيم انا لا بتكلم على اكل ولا شرب، يعني هو ربنا، انا باكل ايه وبشرب ايدي بتاعت ربنا، والحمد لله نايمه مرتاحه في واكله، والحمد لله اللي قدرنا عليه ربنا. نفسي ارتاح من القيود اللي عليا، هي دي امنيه حياتي، وحد الله ما بيني وما بينها اليوم الدين تاني. ربنا يسد اللي عليك، وربنا يسخر لك ولاد الحلال اللي يسدهم عنك. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله ربنا يسدهم باذن الله يا حاج. ان شاء الله يكبر خاطرك، ان شاء الله يديك ويرضيك، ان شاء الله يبارك لك في عيالك، ان شاء الله يسترها عليك، ان شاء الله يسترها معاك، ان شاء الله يوقف لك ولاد الحلال، ان شاء الله يغنمك السلامه، ان شاء الله يزيدك صحه وعافيه، ويزيدك من نعيم ربنا، ويسترها عليك دنيا واخره، والله ما هتندم، وحق لا اله الا الله ما هتندم. ان شاء الله يستر عرض ولاياك ويسترك دنيا واخره. اللهم امين. يا عبد المغيث يا ابن حواء وادم، ربنا اللهم يغيثك من كل شر، ويغيثني اللهم معاك من كل ضيق وهم، تسلم وقادر انت. ربنا السميع العليم يفرجها عليه وعلى كل متضايق بحق لا اله الا الله، ويديك ويرضيك ويوسعها عليك كمان وكمان، بحق ما انت وقفت جنبي وجبرت خاطري، ربنا يجبر خاطرك. هستأذنك ابعت رقم الواتس، رقم الشيخ صلاح على الواتس عند حضرتك. وانا هرفع المكالمه، وان شاء الله اي حد عايز يساعدك هخليه يبعت لك على التليفون، يكلمك خلاص، على رقمك ويبعت لك على الرقم بتاع الاخ اللي انت بتقول عليه ده. ايوه ده الشيخ صلاح، ده الناس بتبعت لي عليه اللي فيه النصيب، يعني انت مش غريب، وانا حقك عليا، تعبتك معايا، يكبر على راسي، خاطرك ما تقوليش ربنا. كده يما، انت على دماغي من فوق. والله حبيبي الله يكفيك شر المرض، انا لا عندي لا عيل ولا ولد ولا بنت ولا معايا راجل، معايا ربنا والحمد لله، الحمد لله، الحمد لله. ربنا يرضيك ويرضى عنك ويفتح لك ابواب الرزق الله ويسد الله 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 عليك، ربنا يرزقك، ربنا يرزقك صحة وعافية على ويسد صحتك اللي علينا وعافيتك، واللي عليك يا ام. ويحفظ يا رب عرض ولاياك، ويكفيك شر المرض اهم حاجة، ويسترك دنيا واخرة. امنتك امانة تبقى تسأل عليا. حاضر، اسم حضرتك ايه؟ انا اسمي علا. على راسي. ابعت لك بقى الرقم الشيخ صلاح على الواتس، الله يصلح حالك. على راسي يا ام. الله يكفيك شر المرض، وابقى اسال عليا، امنتك امانه قدام ربنا تسال عليا. حاضر.
حبيبي ربنا يكرمك يا ماشي ابني. يا ست الكل. ربنا يكرمك في رعاية الله يا ابني، ربنا مع معاك، السلامة. ربنا معاك يا ابني. سلام مع عليكم. ألف سلامة، سلامة الله.